أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقدت العائلة والأسرة الرياضية يوم الاثنين 20 جانفي 2014 على الساعة 9 ليلا إثر حادث مريع أمام مقبرة الجلاز المرحوم رياض الفهم المولود في 13 أكتوبر 1959 5 نجد برقوق باب الفلة تونس. ويوم الأربعاء 22 جانفي 2014 إثر صلاة العصر جاءوا كل الأقارب والأهالي واللاعبين والمسيرين من عدة فرق وجمعيات ليودعون بكل حسرة وبدموع خاشعة الفقيد والعزيز علينا الوداع الأخير، حاملون على الأيادي والأكتاف مغطي بعلم الترجي الرياضي التونسي من مقر سكنه بباب الفلة إلى مثواه الأخير مقبرة الجلاس. ساهم الفقيد بكل ما أوتي إليه من قوة في سبيل النهوض بكرة القدم في تونس وفي الخارج، ومع فريقه الأم النادي الرياضي بمنزل زلفة الذي ساهم بصعوده إلى القسم الوطني مع نخبة من اللاعبين موسم 79-80، مع الترجي الرياضي التونسي الذي تحصل معه ببطولة موسم 81-82، كما تحصل على أحسن هداف 13 هدف موسم 81-82 في المقابلة الشهيرة ضد شبيبة القيروان الذي سجل فيها 5 أهداف والنتيجة كانت 8-1، والذي تفوق على ملاحقيه الصناجي 11 هدف من النادي الأفريقي ومنير السيلي 11 هدف من نادي حمام الأنف. شارك مع المنتخب الوطني التونسي في تصفية كأس أفريقيا بليبيا من 5 إلى 19 مارس 1982. كان الفقيد اللاعب والعنصر الفاعل والبارز والمتألق والمتخلق طيلة مسيرته الرياضية. وهذه لمحة عن أبرز مسيرته الرياضية. موسم 74 إلى 76 الترجي الرياضي التونسي أداني. موسم 76 إلى 78 النادي الأفريقي الصاغر. موسم 78 إلى 81 النادي الرياضي بمنزل بوزلفة أواسط وأصاغر. موسم 81 إلى 83 الترجي الرياضي التونسي. موسم 83 إلى 87 فريق الوسط البلجيكي. موسم 87 إلى 90 فريق دينزلي التركي. موسم 90 إلى 93 رجع إلى فريق الوسط البلجيكي، كما جاءته عدة عروض أجنبية من سويسرا، السعودية، ليبيا، فرنسا. ملاحظة أريد أن أسوقها إلى الجمهور الرياضي، إن المرحوم رياض الفهم انضم إلى المنتخب الوطني التونسي وهو في النادي الرياضي بمنزل بوزلفة موسم 80-81 مع الممرن السيد عامر حزم، وكان عمره 21 سنة، وكانت أول مقابلة له مع الأكابر يوم 5 مارس 1981 بالمنامة ضد البحرين 3-0 سجل فيها تميم 2 أهداف والكعبي هدف. وكان التشكيل على ما يلي: عبد الواحد الوحش، كمال، الكعبي، بن يحيى، جبالي، طارق، بكاو العوض وحسومي، تميم، الفهم، ورشاد تونسي العوض بالمسعود. وبهذه المناسبة أريد أن أحيي كل الممرنين الذين ساهموا في صقل مواهبه من الطفولة وهم على التوالي: عمران الفتوري أداني، وحميد الذيب أكابر، وأمريلدو ترجي الرياضي التونسي، عمر العمري النادي الأفريقي أصاغر، حبيب فافر، عمار بن جنات، سليم الزليتي، جمال الدين بوعبسة النادي الرياضي بمنزل بوزلفة، عامر حيزم، وليتشا المنتخب الوطني التونسي. كما أشكر كل مسيرين وأحباء وجمهور ولاعبين النادي الرياضي بمنزل بوزلفة والترجي الرياضي التونسي على تشجيعهم ورعايتهم ومساندتهم طيلة مسيرته الرياضية، وبالأخص السيد
والرفيق والصديق الحبيب الطرابلسي الذي كان وراء انتدابه وانضمامه إلى شيخ الأندية التونسية الترجي الرياضي التونسي. وكان المرحوم أن ينضم إلى الملعب التونسي لو أندري نجي الذي أخرجه من الملعب عند قدومه متأخرا على التمارين. وبهذه المناسبة الأليمة أريد أن أتقدم أصالة عن نفسي كرئيس سابق للنادي الرياضي بميز بوزلفة ونيابة عن عائلة الفاهم والأسرة الرياضية بأحر الشكر والتقدير لكل من وسانا في فقدان العزيز علينا وابننا المرحوم رياض الفاهم، راجيا من الله أن يرزق جميع العائلة جميل الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يسكنه فراديس جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا على الأولمبي للنقل أن انسحابه المبكر من سباق الكأس ما كلوش التأثير السلبي اللي من شأنه باش يمنعوا من مواصلة الرهان على اقتلاع البطولة. ومنذ أرادها الأولى للمقابلة جاءت عدة فرص لصالح الترجي، لكن قذفت علي بن ناجي، ثم المحاولة اللي أتممها الخميري شاهدوا فيه أمامنا ما جابوش حتى أي نتيجة. الأولمبي للنقل كان غير أولمبي للنقل لمقابلة الذهاب اللي انصر فيها الترجي بنتيجة عريضة. دفاع الأولمبي ظهر اليوم صلب عنيد، عنده التفاف طيب أمام الحارس اللي سجل أيضا عودته الحارس خضر وهو حارس ممتاز، لكن الترجي اليوم كان عازم على الاحتفاظ بالنقاط اللي خذاها، ومنذ دقيقة 17 يسجل هدف. ربما الموقع متاع الفاهم يشكل نقطة استفهام عن شرعيته. الهدف إذن كان مبكر وكان تأكيد رسمي للترجي، وهنا الإعادة التوزيع من بن يحيى. موقع الفاهم كان متقدم بالنسبة للمدافع، وافتتاح النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي. الأولمبي حاول باش يرجع، لكن الهجومات متاعه كانت محتشمة نوعا ما. إلى مطلع دقيقة 25 هجوم كبير للأولمبي، عرقلة واضحة في المنطقة المحرمة بنشاهدوها بصورة ثابتة. الصورة الثابتة العرقلة واضحة. على كل عدة تساؤلات من الجانب الآخر اليوم في هذا اللقاء بنشاهده خاصة في الشوط الثاني. في الشوط الثاني دخل الترجي الرياضي بقوة، والفاهم يضيع هنا الفرصة الواضحة منذ الدقيقة الثالثة. ولربما العامل الإيجابي اللي ظهر في تشكيلة الترجي وهو العامل البدني. فالترجي في الدقيقة الثانية في الشوط الثاني سيطر واضحة على جل ردهات المقابلة. غياب ما كانش في موقع تسلل. الأولمبي للنقل هنا كان بإمكانه في الدقيقة 32 باش يدارك الموقف. الترجي حس بالخطورة في الدقيقة 41 الفاهم برأسه لكن يضيع الفرصة، ثم محاولة أخرى من طارق ذياب وقذفة كان لها خضر بالمرصاد الخميري. ثم العنصر الثالث هو تخوف مدرب الأولمبي للنقل من هذه المباراة، الشيء اللي أدى به بتعزيز الدفاع متاعه وخط وسط ميدانه، مما جعل الأولمبي يعطي وجه مخالف للوجه اللي كان قبل الجولات الأولى البن عياد. وبن علي هو اللي ذل الفارق أمامكم. منذر المساكني الجناح الأيمن للأولمبي النقل بقى إلى آخر لحظة فوق بنك الاحتياطيين. إعادة لهدف الأولمبي، الإمضاء رضا بن علي. هدفين لهدف
انطلاقة جديدة للمباراة، ارتباك في صفوف الترجي الرياضي التونسي على مستوى الدفاع، وكاد الأولمبي، هذه مخالفة رضا بن علي يعدل النتيجة، لكن موقفه وكان أيضا واضح بالنسبة لمراقب الخط اللي تبعه الحكم السيد الملولي. التسلل للمرة الثانية في هذه المباراة واضح، والصورة أمامكم. بعد فترة صعيبة شوية الترجي الرياضي التونسي سجل الهدف الثالث عن طريق الفهم دقيقة فقط بعد تعويضه ودخوله لتشكيلة الترجي مكان بسام. دخل في الدقيقة 35 من الشوط الثاني، وفي الدقيقة 36 الفهم يسجل الهدف الثالث. هذا معناه النجاح كان حليف لاعبي الترجي اليوم. ثم عملية 1-2 من طراز رفيع جدا تسمح لقائد الفريق طارق ذياب يسجل الهدف الثاني والهدف الرابع بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. عملية 1-2 بينه وبين معلول، وتحليل لمردود طارق يوم الجمعة بإذن الله في المجلة الرياضية. سرعة العملية نتاع 1-2، الترويض، والهدف الرابع. طارق هدف الترجي. كواش كهيئة رئيس الترجي ورئيس اللجنة، لجنة الأحباء، يطلب انطباعاته قبل انطلاق المقابلة. أنا أمنيتي أنه أحسن فريق على الميدان هو اللي انتصر، ولكن أمنيتي في نفس الوقت أنه أحسن فريق هذا يكون الترجي الرياضي. ولكن أهم شيء أنه فريق النادي الأفريقي والترجي الرياضي يرضيونا مع الكرة اليوم. معناها لعب الكرة أهم من النتيجة، ويلزم الجماهير نتاعنا. العمليات المتنوعة كانت نادرة مثل مش نلاحظه فيما بعد، وأنا أعتقد أن نتيجة التعادل بين الفريقين كانت تكون أعدل. والظاهرة اللي طغت اليوم هي الحذر وتخوف اللاعبين من المقابلة، تخوف راجع ربما إلى طبيعة المقابلة اللي تجمع فريقين جارين، وكذلك إلى إرهاق اللاعبين اللي شاركوا في 3 مقابلات في 8 أيام. ونتيجة ذلك تعدد التمريرات المخطئة ووضع الكرة في التماس خاصة في الشوط الثاني. هذه العملية الأولى وربما الحاسمة اللي جت النادي الإفريقي قذفا بسام ويحولها شوشان إلى ركنية. الترجي استرجع عادل الأطرش وما ارتكبش الهفوة اللي ارتكبها أمام نادي حمام الأنف بوضع طارق ذياب في خطوة قلب هجوم نظرا للمحاصرة اللي كانت مسلطة عليه آنذاك. تحرك طارق اليوم في عدة مناسبات كجناح ومكن وسط الميدان المتكون من معلول والأطرش وبن محمود من تنسيق عملياته بوضوح وبكل راحة. بن محمود كان يلعب كذلك متأخر وإعادة الدفاع، وفي مناسبات نادرة كان ينزل إلى الهجوم. كذلك بن يحيى ما غادرش مكانه ولو في بعض المناسبات، فكان على مستوى أفقي ولو في بعض المناسبات. ودخول المفاهم في الشوط الثاني مكان عادل الأطرش خلى طارق ذياب ينضم إلى وسط الميدان وينسق عمليات الهجوم. النادي الإفريقي رغم هزيمته اليوم مردوده تحسن بالنسبة لمقابلة يوم الأربعاء أمام النادي البنزرتي، مع الملاحظ أن النادي الإفريقي استعمل إلى حد اليوم أي في 3 مقابلات و21 لاعب، وهذا من شأنه باش يأثر على انسجام الخطوط الثلاثة الفريق وعلى مردود اللاعبين. ومن الصعب باش فريق مثل النادي الإفريقي باش يتوصل إلى نتيجة أو باش ينسق عملياته ويقوم بعمليات هجومية تكون باهية. هنا عملية يقوم بها النادي الإفريقي توزيع من لاعب بوصحيح مباشرة في دين الحارس شوشان. هذا الهدف اللي سجله النادي الإفريقي، لكن رفض الحكم باعتبار مخالفة، والحكم كذلك وجه انذار إلى اللاعب خالد التواتي. باش نشوفوا العملية مرة أخرى، توزيع جبارة، شوشان يتداخل، والحكم يرفض الهدف. وهكا انتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 0-0.
كان بإمكان وسط ميدان النادي الإفريقي مساندة المهاجم خالد تويتي شفناه أمامنا، اللي كانت اليوم استعداداته طيبة خاصة في الشوط الأول. ودخول العبدلي مكان الهمامي في الدقيقة 54 لم يأتي بالنتائج المرجوة، وكان ربما من الأنسب استعمال القاسمي قلب الهجوم كقلب هجوم ثاني لمعاضدة خالد التويتي. هذه عملية للترجي عادل أطرش فوق المرمى وباش يليها الهدف. عملية تنطلق من وسط الميدان، طارق ذياب، انطلاق عملية الهدف، والهدف لصالح الترجي اللي سجله اللاعب الفاهم أمامنا. هدف لصفر، دقيقة 35 من الشوط الثاني، أي 10 دقائق فقط لنهاية المقابلة. إعادة العملية، وفي آخر المقابلة حادثة ربما سلبية، هي إقصاء اللاعب العمدوني الظهير الأيسر للنادي الإفريقي. هذه العملية انطلاقها العمدوني، وفي آخر المقابلة السيد فريد مختار رئيس النادي الإفريقي أدلى بانطباعاته حول هذه المقابلة. السيد فريد مختار رئيس جمعية النادي الافريقي، النتيجة النهائية حسن استعدادات نادي صفاقسي اللي اقحم اليوم بعد غياب طويل اللاعب الموهوب حمادي العقربي. والعمليات الاولى الخطيره كانت لصالح النادي صفاقسي اللي هدد مرمى شوشان، واللي اظهر لحمه طيبه على مستوى وسط الميدان، خاصه عند توغلات اللاعب حمادي العقربي ورضا اللجمي اللي كان يعاون ايضا الهجوم بالرغم من انه كان يشغل خطه ظهير ايمن. ما بدا الترجي التونسي يتحرك بنجاعة إلا مع مطلع الدقيقة 10، حين أظهر نيته على اقتلاع النتيجة وعلى الاحتفاظ بالنقاط اللي باش تسمحوا بالتفوق نسبيا في طليعة الترتيب. تعويض الحارس حريز أمامنا بالحارس بوليلة، تمنوا الشفاء العاجل للحارس حريز. والترجي يكثف من هجوماته بعد ما خذا شيئا فشيئا بزمام وسط الميدان. لاعب طارق ذياب ظهر اليوم في اوج استعداداته، والهدف اللي سجله الترجي الرياضي التونسي واللي تحدثنا عليه كثير، واحسن حاجه نعملوها نسالوا الممرن السيد اماريلدو. فوري جوكو اور نو؟ Eu penso que l'arbitro acompanhava bene l'azione, io penso che la decisione dell'arbitro, guarda che c'è i giocatori della CSS sulla linea là, guarda, non condizione di gioco, io penso che è normale. يقول السيد أماريلدو أن الحكم كان في موقع طيب، ورغم أن اللاعب من نادي صفاقسي كان هازيدو، فالحكم كان يتبع مليح في اللقطة، ويبدو للسيد أماريلدو أن اللقطة كانت شرعية. على كل، ابتداء من هذه الحلقة الأحد الرياضي عندنا لقطات في آخر الحصة باش نسميوها مجهر الأحد الرياضي، ما يشبه بالمافيولا في إيطاليا، باش نعديو فيها كل اللقطات اللي تبدو فيها بعض الالتباس، باش نعاودوا نشاهدوا الهدف هذايا وبعض اللقطات الأخرى من لقاء الاتحاد المونستيري والملعب التونسي، وأيضا لقاء النادي البنزرتي والأولمبي النقل بالطريقة البطيئة والبطيئة جدا حتى تبين الأمور. النادي الصفاقسي تحرك، قذفة من العقربي تصطدم بالعارضة الأفقية بعد دقائق فقط بعد الهدف اللي سجله اللاعب الفاهم في مطلع دقيقة 20. إعادة للقذفة اللي سددها اللاعب العقربي. صحيح أن العقربي ما تحركش بسرعة، صحيح أن لياقته البدنية ما كانتش في أوجها، لكن الزاد الفني البحت للاعب العقربي كان عنده وزنه ووزنه الكبير اليوم في هذا اللقاء. نفس الملحوظة بالنسبة للاعب طارق ذياب. هنا أيضا لاعب العقربي يهدد الحارس شوشان بالقذف، وشوشان في زوز مناسبات يمنع بكل صعوبة مرماه، وقذفة أخرى رائعة من العقربي تصطدم بالعارضة. إذن كان حقيقة عرض جميل جدا لهذا اللاعب الموهوب. المقابلة تعدات جمليا في ظروف طيبة، واقتراح نوجهوه للمسيرين للزوز فرق، اقتراح بتنظيم مقابلة ودية بزوز فرق بين
الفرق اللي تلعب حاليا، وايضا علاش لا الفرق كانت تلعب بقدم، حتى تكون اواصر الصداقه بين زوج فرق بعيده عن التشويش وبعيده عن المساومات. وبادر الترجي الرياضي التونسي اللي اليوم وجه الدعوه لفريق الاواسط للنادي الصفاقسي لتناول الغداء مشجعه جدا. هنا طارق ذياب يخفق في تحويل الهدف، كان وحده، وهنا الحكم يؤمر بتسلل. نشاهدوا ان السيد اماريلدو ماهوش موافق على التسلل. على كل الحكم هو سيد الميدان. يقول السيد اماريلدو من لازم باش نقبلوا كل حاجه يؤمر بها الحكم، وتبدو ساعات وانها ما يصحيح لك الحكم هو سيد الميدان. فعلا هذه هي الرياضه. وانتهت المقابله اذن بهدف مقابل 0 لصالح الترجي. وهنا اللقطات الاخيره ومخالفه جميله جدا صوبها اللاعب طارق ذياب، خرجها الحارس الشاب بوليله بكل صعوبه. هنا هدف سجله اللاعب بالناجي، يقع رفضه. الإعادة لهذا الهدف يقع رفضه. وأيضا السيد أمريلدو ماهوش موافق على هذا الرفض، لكن الحكم عنده الحق يقول دائما، الحكم له الكلمة الأخيرة رغم كل القرارات، واحنا موافقين في هذا. إذا كما كنتوا شفتوا في الفقرة الخاصة بالمباراة، دقيقة صمت كانت ترحم على لاعب رياض الفاهم، اللاعب اللي فقدته أسرة الترجي الرياضي وأسرة الأسرة الرياضية التونسية الثلاثاء الفارط. حابين لمسة وفاة من خلال فقرة خاصة بمسيرة رياض الفاهم مع سامي بوعزي، سفيان الوجه، ياسين البحري، فاتن شمام، حمزة بن ضيف. وشكر خاص لعم بالحسن بن نصر اللي خصنا لقطة الهدف، تقريبا كان عام 81 هدف رياض الفهم. شوفوا التقرير ونرجعوا للبلاتو. تفضل. ببالغ الأسى والحسرة ودع الترجي لاعب الثمانينات رياض الفاهم يوم الثلاثاء الماضي إثر حادث مرور لتوافيه المنية عن سن 55. رياض الفاهم من مواليد 13 أكتوبر 1959 انضم لصفوف الترجي سنة 1981 قادما من الملعب الرياضي بمنزل بوزلفة، وفي أول موسم الفاهم ينال جائزة أفضل هداف البطولة ب 13 هدف. علي بن ناجي توزيعة طويلة، طارق ذياب، توزيعة كانت ماهيش قوية. دقيقة 35 رياض الفاهم يعاد العملية، توزيعة تمريرة من طارق ذياب تمر ما بين الدفاع والفاهم كان موجود وسجل الهدف الأول. قذفة قوية عرضية ما تمكنش الحارس الفاسي باش يتصدى لها من اللاعب الفاهم، سحب الهدف. دقيقة 35 من هذا الشوط الثاني. كملنا الكورة ما تظهرش برشا، ما عادش يظهر، ما عادش عندنا اخباره بالكل. حسب سمعنا بعد ما توفى كانت اخباره ماهيش باهية معناتها في حياته الخاصة. احنا نقولوا هذا اكسيدون، هذه حاجة ربي، هذه معناتها حاجة معناتها نتاع ربي، ربي يرحمه. مرياض كان راهو محبوب معناتها من الملاعبية الكل، وكانت اموره واضحة وناس ملاح وطيب وعبد باهي برشا، فهمت، وبخشمه هذاك. علاش رياض بوتيتر من بعد الكرة لقى شوية مشاكل. ان شاء الله ربي يرحمه، وتأسفنا برشا للحادث اللي صار له هذايا. فما ماتش روتار لعبته الترجي مع القروان، ربحت فيه 8، ماركه فيهم خمسة اهداف في الفينال في الماتش تاع هذاك. ولا فات محمد هادي البياري، ولا هو 13 والاخر 11. الاول كان هو عنده 8
8 اهداف والاخر عنده 11. كي لعبوا ماتش روتار ربحت فيه الترجي 8 بلاش، ماركا فيهم هو 5 ولا هو ميور بيتور وقتها. طارق ذياب وخالد بن يحيى كي تقول لهم شكون الروح والعقل نتاعك يقول لك رياض الفهم. هما